السلام عليكم. إذا كنت من محبي المنتخب الجزائري، لايك للفيديو واشترك في القناة ليصلك كل جديد. شهدت بطولة كأس العالم اليوم مباراة قوية بين المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وقد صنعت الجماهير المغربية الحدث، وكان من ضمنهم جماهير جزائرية ساندتهم أيضا. وبعد نهاية المباراة انتشرت صورة صنعت الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صورة لمشجع مغربي يرتدي قميص مكتوب عليه إيكامبي، وهو لاعب المنتخب الكاميروني الذي سجل هدفا قاتل في شباك المنتخب الجزائري في تصفيات نهائيات كأس العالم في الدقيقة الأخيرة. المباراة التي شهدت كارثة تحكيمية من طرف الحكم غاساما. الصورة محزنة للغاية، لا تمثل الشعب المغربي كله، لكنها تمثل بالتأكيد فئة التي تكره الجزائر كثيرا وتتمنى لها الخسارة دائما. اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات.